السلام عليكم. في ناس الخيانة والشر جواهم ملهمش حدود، وده بالظبط اللي بينطبق على نصرة، الست اللي حقيقي الشيطان يقف يتعلم منها في جريمة البطل الرئيسي في حلها هو ذكاء رجال المباحث. أهلا بيكم في قناة نبتدي الحكاية مع علي فتحي، ويلا بينا نصلي على النبي ونبتدي الحكاية. في ديسمبر سنة 2013 وتحديدا في منطقة الصداقة الجديدة في أسوان، الشرطة بيجيلها بلاغ بالعثور على جثة راجل ملفوفة جوه سجادة ومرمية في عمارة تحت الإنشاء في منطقة نائية. رجال المباحث على طول بيتحركوا معاهم قوة أمنية لمكان البلاغ، وبعد معاينة الجثة تبين إنها لراجل في الخمسين من عمره وبكامل ملابسه، ووشه متغطي بقطعة قماش وواضح عليه آثار الخنق والعلامات واضحة حوالين رقبته. الجثة بعد ما فتشوها ما لقوش أي حاجة معاه غير بطاقته الشخصية، واللي قدروا من خلالها يعرفوا هوية القتيل. رئيس المباحث وقتها اللي هو خالد الشاذلي لفت نظره وجود البطاقة الشخصية مع القتيل، وحس وقتها إن الهدف من ده هو معرفة هوية القتيل في أسرع وقت ممكن. رجال المباحث بدأوا يدوروا عن كاميرات المراقبة الموجودة في المكان ده، غير التحري عن بلاغات التغيب في الفترة الأخيرة. لكن بعد البحث ما لقوش أي كاميرات موجودة في المكان. لكن بالنسبة لبلاغات التغيب فجالهم الرد بإن في بلاغ اتقدم في الساعات الأخيرة، واللي قدمه شخص اسمه عبد الهادي محمد، وعرفوا إن الشخص ده يبقى حمل قتيل. وقال في البلاغ إن جوز بنته مختفي بقاله 3 أيام، ومن ساعة ما خرج لشغله مرجعش البيت تاني. رجال المباحث بعد ما عرفوا بالمعلومات دي راحوا على بيت الحما، وهناك لقوا زوجة القتيل وعيالها التلاتة. الزوجة اسمها نصرة وعندها 30 سنة، وبنتها الكبيرة اسمها منى وعندها 13 سنة، والتانية اسمها سميحة وعندها 7 سنين، والأخير ولد صغير وعنده 3 سنين. وجوزها القتيل اسمه جمال وعنده 50 سنة وشغال عامل في مدرسة. نصرة أول ما شافت رجال المباحث جريت عليهم وسألتهم عن جوزها المختفي من 3 أيام، لكن ردوا عليها رد في منتهى الذكاء، وهو إن جوزها بخير ما تقلقش. وهنا لاحظوا إن وش نصرة اتغير، وبعدها بدأت تمثل إنها سعيدة. البنات منى وسميحة بعد ما طمنوهم وقعدوا يتكلموا معاهم، عرفوا منهم خلال الدردشة إن أبوهم كان قاعد يتعشى معاهم امبارح. وهنا بعد كلام البنات المتناقض تماما مع كلام نصرة اللي بتقول إن جوزها مختفي بقاله 3 أيام، رجال المباحث شكوكهم زادت تجاه نصرة، واتأكدوا إن وراها سر كبير، ومش بعيد تكون هي السبب في قتل جوزها جمال. وعلشان كده راحوا فتشوا بيت جمال الموجود في منطقة الصداقة الجديدة، وراحت معاهم نصرة وأولادها. ولما وصلوا بدأوا يفتشوا المكان. نصرة كانت واقفة مش فاهمة إيه اللي بيحصل، وباين عليها الارتباك الشديد. لكن بعد التفتيش لقوا قماش من نفس نوع قطعة القماش اللي كانت موجودة مع القتيل. وهنا قالوا لنصرة إن جوزها جمال اتقتل، وإنها متهمة بإن هي اللي قتلته. نصرة بعد اتهامها قعدت تصرخ وحاولت تنكر إن ليها علاقة بأي حاجة، لكن بعد مواجهتها بكل الأدلة، من أول ادعائها بإن جوزها مختفي من 3 أيام، وده عكس كلام بناتها منى وسميحة، لحد القماش اللي لقوه عندها في البيت، نصرة في النهاية ملقتش مفر وبدأت تتكلم. نصرة قالت إن جوزها كان مدمن مخدرات، وكان على طول بيضربها وبيجبرها تشرب معاه، ولأنها مش متعودة على الشرب فقدت السيطرة على نفسها، ولما فاقت لقت نفسها في السرير مع صاحب جوزها، وحصلت ما بينهم علاقة. لكن الصدمة بالنسبة لها إن لما جوزها عرف كان موافق على اللي حصل معاه. وبعد كده نامت، ولما صحت ملقتش جمال جوزها ولا لقت صاحبه. رئيس المباحث ما كانش مقتنع بكلام نصرة، وعلشان كده سابها شوية ورجع تاني يحقق معاها. لكن وقتها نصرة طلبت شوية حاجات خاصة بالسيدات، لأنها تعبانة وعندها مغص بسبب إنها في فترة الطمس. وفعلا جابوا النصرة كل طلباتها، لكن تصرفها ده أكد إنها بتكذب، ونفى وقوع العلاقة المحرمة اللي قالت إنها حصلت مع صاحب جوزها. في الوقت ده رجال المباحث جات لهم معلومة من جيران نصرة بإن في واحدة ست منقبة كانت بتزور نصرة في البيت باستمرار، والست دي آخر مرة ظهرت فيها كان من يومين، وتحديدا في آخر يوم ظهر فيه جمال قبل ما يختفي. وبعد الضغط على نصرة استسلمت وبدأت تحكي كل حاجة. وحقيقي اللي هتسمعوه دلوقتي مش ممكن يكون غير من واحدة أقل حاجة تتقال عنها إنها شيطانة. نصرة من عيلة بسيطة وما كملتش تعليمها، وبعد ما تمت 16 سنة جمال اتقدم لها وطلبها للجواز، لكن نصرة رفضت الجواز منه. وسبب الرفض ما كانش بس بسبب فرق السن ما بينهم، لأن جمال وقتها كان عنده 35 سنة، ولكن لأن نصرة كانت بتحب واحد اسمه كرم،
صديق أخوها الكبير، ولأن كرم وقتها كان لسه سنه صغير ومش جاهز ماديا للجواز ما قدرش يتقدم لها. حاولت نصرة تقنع أهلها بعدم جوازها من جمال، لكن في النهاية ما قدرتش وأجبروها على الجواز منه لأنه جاهز وعنده شقة في بيت عيلته في منطقة الشيخ هارون في أسوان. وفي وقت قصير الجوازة تمت، وعاشت نصرة مع جوزها جمال، ولكن وهي كارهة الحياة معاه. وزاد الكره ده بعد ما عرفت إن كرم سافر يشتغل في دولة عربية، وفضلت شايفة إن جمال السبب في إنه حرمها من الشخص اللي بتحبه. نصرة بعد فترة من جوازها اكتشفت إن جمال شخص طيب وعلى نياته، وعلى قد ما بيقدر بيحاول يسعدها، لكن في المقابل نصرة كرهها ليه فضل زي ما هو. وتمر السنين ونصرة تعرف إن كرم رجع من السفر، وقدر كمان يتواصل معاها وطلب إنه يقابلها. وفعلا نصرة وكرم اتقابلوا وقعدوا يتكلموا، قال لها إنه لسه بيحبها. واحدة واحدة مقابلاتهم زادت، ونصرة وقتها خافت إن حد يشوفها، وطلبت منه ييجي عندها البيت بس وهو متخفي عن طريق لبسه للنقاب. وفعلا الاتنين اتفقوا وظبطوا كل حاجة. ونصرة راحت قالت لجمال إن ليها واحدة صاحبتها ست طيبة وبتحبها بس فاقدة للكلام وما بتتكلمش. وبعدها بيومين كرم لبس النقاب وكحل عينيه ولبس ملابس غيرت من شكل جسمه، وراح البيت عند نصرة. وهناك جمال استقبله، أو خلينا نقول استقبل صاحبة نصرة، وبعدها استأذن وسابهم ومشى. كرم بعد ما دخل البيت أظهر حقيقته قدام بنات نصرة، وقدر يضحك عليهم بشوية حلويات وأكل. وفي نفس الوقت نصرة اتكلمت مع بناتها وخوفتهم بإن أبوهم لو عرف الحقيقة هيطلقها وهيبعدهم عنها. والبنات صدقوا كلام نصرة ونفذوه بالظبط. ومع مرور الأيام كرم زياراته لنصرة كانت مستمرة، وهنا خافت إن حد من أهل جوزها يكتشف حاجة، ففكرت في حيلة تانية. وراحت قالت لجمال إنها عايزة تروح تعيش في شقة بعيد عن بيت أهله، وتبعد عن تدخلاتهم في حياتها. ولأن جمال راجل طيب وما بيحبش يزعلها، وافق وراحوا عاشوا في شقتهم الجديدة في منطقة الصداقة. ومن بعدها كرم بقى يستنى جمال ينزل لشغله ويطلع البيت لنصرة ويعيشوا مع بعض زي الأزواج بالظبط. وكل ده كان بيحصل قدام أنظار البنات. كرم بعد فترة قال لنصرة إنه زهق من الوضع ده وعايز يعيش معاها على طول، وقعدوا يفكروا هما الاتنين هيحلوا الموضوع ده إزاي. وفي يوم من الأيام جمال رجع من شغله، لقى صاحبة نصرة واللي هي كرم قاعدة في الصالة وعمالة تعيط. ولما سأل نصرة هي مالها، قالت له إنها متخانقة مع جوزها وطردها من البيت وجاية تقعد معاها كام يوم. وطبعا جمال بطيبة قلبه ما اعترضش ورحب وتعامل معاها بمنتهى الذوق والأدب. وعلشان تكمل باقي الخطة، نصرة قالت لجوزها جمال إنها تنام مع صاحبتها في نفس الأوضة علشان ما يصحش تسيبها تنام لوحدها، وطلبت من جمال يروح ينام في أوضة تانية. ولمدة 10 أيام نصرة كانت كل يوم تنام مع عشيقها في البيت وجوزها موجود في الأوضة اللي جنبها. واستمر الحال على الوضع ده لحد ما في يوم جمال رجع من شغله وهو متضايق، وطلب من نصرة تشوف حل وتمشي صاحبتها لأن الموضوع طول وما بقاش قادر يستحمل. نصرة وقتها معرفتش ترد عليه، وحاولت تهديه وتغير الموضوع. لكن وقتها كرم سمع الحوار ما بينهم وقال لنصرة إنه مش هيسمح لجمال إنه يلمسها، جمال اللي هو جوزها أصلا. وعلشان كده قرر إنه هيقتله، وطلب من نصرة إنها تساعده. وفعلا نصرة وافقت وراحت اتكلمت مع جمال ووعدته إنها هتبات معاه النهاردة، بس أول ما صاحبتها تنام هتسيبها وتيجي تقضي الليلة معاه، ووعدته بليلة رومانسية. جمال اتبسط من كلام نصرة وفضل مستنيها تيجي، لكن الوقت عدى ونصرة اتأخرت. ووقتها جمال راحت عليه نومة، ولما نصرة دخلت عليه الأوضة ولقته نايم، ندهت على كرم عاشقها وأخد قطعة قماش وهجم على جمال ولفها حوالين رقبته. وفي نفس الوقت نصرة جابت قطعة قماش مبلولة وحطتها على وش جمال وضغطت عليه بمنتهى القوة. وبعد دقايق بسيطة جمال كان خلاص فارق الحياة. نصرة وكرم بعد ما خلصوا عليه دخلوا عملوا علاقة مع بعض. وبعد ما خلصوا القرف ده لبسوا جمال لبسه بالكامل ولفوه جوه سجادة وحطوا في جيبه بطاقته الشخصية وجنبه قطعة القماش اللي خنقوه بيها. وبعد كده الاتنين شالوه ونزلوا بيه من البيت وأخدوه على موتوسيكل كرم وراحوا رموه عند عمارة تحت الإنشاء. وبعدها كرم وصل نصرة للبيت وطلب منها تروح عند أهلها وتطلب من أبوها يروح يعمل بلاغ تغيب ويقول فيه إن جوز بنته مختفي بقاله 3 أيام. نصرة بعد اعترافاتها دي الشرطة راحت قبضت على كرم، وبعد القبض عليه وخلال استجوابه أنكر في البداية إنه ليه علاقة بأي حاجة، لكن بعد مواجهته بنصرة اعترف بالجريمة وبعلاقته المحرمة بنصرة. وفي النهاية اتحكم على نصرة وكرم بالإعدام. نصرة كان ممكن تعمل أي حاجة وتتطلق من جوزها جمال وتعيش مع الشخص اللي بتحبه، لكنها قررت هي وعشيقها يعيشوا في الحرام مع بعض وفي وجود جوزها وقدام بناتها.
ولما حسوا إن علاقتهم القذرة دي في حاجة ممكن تعطلها، بقلب كله شر وخسة وندالة، اتخلصوا من جوزها الطيب اللي كان كل ذنبه إنه اتجوز وآمن لشيطانها. وأشوفكم على خير في حكاية جديدة، في حفظ الله ورعايته.